هل عمرك شاركت حلمك مع حد وبعدين فجأة كل حاجة وقفت؟ هل حسيت مرة إنك كنت قريب من تحقيق هدفك لكن الكلام عنه خلاك تحس إنك وصلت قبل ما تبدأ؟ عارف الحديث اللي بيقول استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان؟ طب عمرك سألت نفسك ليه؟ النهاردة في قناة رشد مش بس هنفهم الحديث، إحنا هنعيشه وهنكتشف مع بعض ليه الكتمان مش ضعف، ده قوة، وأحيانا هو الفرق بين الحلم اللي بيعيش والحلم اللي بيدفن. كلنا تقريبا وقعنا في نفس الغلطة، بنتحمس لفكرة، مشروع، هدف، فنروح نرميه في حضن كل اللي حوالينا. أنا ناوي أعمل كذا، السنة دي هبدأ البيزنس بتاعي، الدايت ده هيغير حياتي، ونتكلم ونحكي ونوصف التفاصيل، بس اللي ما بناخدش بالنا منه إن الكلام الكتير بيخلي العقل يفتكر إننا بالفعل بدأنا، وبالتالي ما بنبدأش فعلا. فلو أول مرة تتفرج على قناة رشد، دوس لايك وسبسكرايب، لأنه اللي جاي هيغير نظرتك للحياة واحدة واحدة. الناس كتير فاكرة إن الحديث عن الكتمان سببه بس الحسد والعين، بس الحقيقة ده مجرد جزء صغير جدا من الصورة. الكتمان بيحميك من أكتر من كده بكتير. 1. الكتمان بيحميك من خيبة الأمل العلنية. تخيل تقول للناس هعمل مشروع السنة دي، وبعد سنة ولا حاجة حصلت. الناس بتسأل، تعليقات سلبية، نظرات استغراب، والأصعب من ده كله خيبة الأمل اللي بتحس فيها جوه قلبك قدام الناس. لكن لما تكون ساكت بتفشل في صمت، وبتتعلم في صمت، وبتقوم تاني من غير ما حد يحكم عليك. 2. الكتمان بيمنع تسرب طاقتك. كل مرة بتحكي حلمك بتصرف من طاقتك، كل مرة بتتكلم عنه بتحس إنك عملت إنجاز، لكن الحقيقة أنت لسه واقف في نفس المكان. فكر فيها كده، تحب تبني حلمك ولا تفضل تحكيه لحد ما يتهد قبل ما يتبني؟ قصص أنا عشتها بنفسي. بنت كانت بتحكي لكل أصحابها عن الشخص اللي بتحبه وخططهم للجواز، وانتهت علاقتهم قبل ما تبدأ. شاب بدأ كورس وقال لكل الناس إنه داخل مجال جديد، ووقف بعد أسبوع من غير ما حد يعرف السبب. عارف إيه المشترك؟ الكلام سبق الفعل، والناس بقت تشوفهم بعين اللي بيحلم وما بيعرفش ينفذ، وده بيوجع. فقبل ما نكمل خليني أفكرك، لو عجبتك الأفكار اللي بنقولها ما تنساش تشترك في قناة رشد وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات الجاية. إحنا معاك خطوة بخطوة في رحلتك للتطور. نظرة نظرية، علم النفس بيقول إيه؟ في دراسة شهيرة من جامعة نيويورك أثبتت إن الأشخاص اللي بيعلنوا أهدافهم بشكل متكرر عقلهم بيبدأ يفرز نفس الإحساس بالإنجاز وكأنهم بالفعل نفذوها، وده بيقلل من احتمالية تنفيذهم الفعلي. ببساطة الكلام بيخدع العقل، والمخ بيقولك برافو قبل ما تعمل حاجة فعلا. سيدنا علي بن أبي طالب قال: لنا قوم لو أسقيناهم العسل المصفى ما ازدادوا فينا إلا بغضا، ولنا قوم لو قطعناهم إربا ما ازدادوا فينا إلا حبا. يعني يا صديقي، في ناس مش هترضى مهما عملت، وفي ناس هتحبك حتى في أصعب حالاتك. فما تديش مفاتيحك لأي حد، مش كل حد يستحق يعرف الطريق لحلمك. واحد صاحبي قرر يعمل دايت، فعمل بوست: أنا بدأت رحلة الدايت النهاردة، ادعوا لي. بعد يومين لقى نفسه عامل ريفيو لكبدة اسكندراني من مطعم جديد. هو ده الفرق بين الحلم والكلام عنه. استعينوا بالكتمان مش دعوة للعزلة، هي دعوة للتركيز. ادفن حلمك في قلبك واسقيه بالفعل، بالجهد، بالدموع أحيانا، ولما يزهر الناس هتشوفه من غير ما تحكي. ساعتها الإنجاز هيتكلم عنك. اكتب في الكومنتس ايه أكتر حاجة كنت بتتكلم عنها كتير ومشيت منك، وايه الحاجة اللي ناوي تبدأها وهتكتم عليها لحد ما تكملها. ما تنساش تشترك في قناة رشد، لأنه هنا احنا بنبنيك من جوه، مش بس بنديك كلام حلو. كل فيديو هو خطوة جديدة نحو نسخة أقوى، أهدأ وأنجح من نفسك. أشوفك في الفيديو الجاي.